مالك يا عم قاعد كده زهقان كده ليه؟ مالك؟ صلى على النبي كده، مالك؟ قاعد يا اخي مهموم، مش عارف. واحد كلمني في موضوع ومانيش عارف اساعده ازاي. ما تساعده على قدر استطاعتك، انت شوف تقدر تساعده ازاي وساعده. زعلان يقول ليه؟ ان انا مجوز البنت وماضي على 30 وصل امان، ان هو يسدد كل شهر كمبيالة ومعهوش فلوس ان هو يدفع الكمبيالات دي، فدفع شهرين لسه فاضل عليه 28 وصل امانة. يقول لي ساعدني، شوف انا محتاج، لان انا مش لاقي اكل، فمش عارف اعمل ايه، لا سد ولا لاقي نجيب اكل لاولادي، فانا مش عارف اعمل ايه بصراحه يعني. الموضوع سهل وبسيط، انت شوف اعمل مقطع فيديو ونزله للناس والناس هتساعده، يبقى انت برضه ساعدته. كده لما تكلم واحد لحاجه زي ديت يقعد يقول لك كاني وماني، وبعدين يطلع الجنيه بالعافيه. بصراحه هو حقه، لان الموضوع كتر اصلا. خلاص انا هعمل فيديو وانزله على صفحتي، نشوف الناس اللي هتساعد الراجل ده ازاي، وانت كمان ساعد. انا هساعد على قدر من استطاعتي، وانت كمان ساعد. ابشر يا عم، وانا كمان هنساعد معاك. شوف عايزني اساعد بايه واساعد، اللي هقدر عليه اساعده بيه. خلاص انا هحط لك رقم حول عليه، اللي تقدر تحول عليه، اللي ربنا يقويك عليه ابعته، وجزاك الله خير. اكتب يا سيدي الرقم. انا كمان هنساعد معاك. من فرج عن اخيه المسلم كرب في الدنيا فرج الله عنه ايه؟ كرب يوم القيامه. بعدين ما تقلقش من اي حاجه، النبي صلى الله عليه وسلم قال الخير في امتي الى يوم القيامه. لسه في ناس بتعمل خير، وان شاء الله الناس هتساعد.